السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى عندنا ايه؟ فتة كوارع، طاجن كوارع بقى كده، ايه حاجة كده محترمة. بصوا العيش بقى، محمرين العيش كده وعليه الرز والكوارع كده وهي لسه خارجة من الفرن. والله العظيم بصوا تحفة، حاجة كده جامدة جدا. مش عايزة اقول لكم بقى، حاجة كده خطيرة، تدفي بقى في شوية البرد اللي احنا فيهم دول. وادي الصلصة كمان. بس احنا بنحب ايه صلصة كتير شوية، والولاد كمان بيحبوا الصلصة كتير شوية. هتعجبكم قوي وانا يعني في اعتقادي ان هي سهلة، مش بتاخد مننا وقت ولا اي حاجة خالص. وخصوصا بقى كمان لو عندك حلة بريستو، بتتعمل بسرعة. لو ما عندكيش احنا ممكن من بالليل بنديها غلوتين ونكتم الحل عليها. تاني يوم لما بنيجي نسويها بتبقى اسهل واسرع بكتير من لو هنعملها في نفس اليوم. بصوا الطاجن عامل ازاي، جميل. بصوا خطير خطير، بصوا بيغلي كده طالع من الفرن، يعني رهيب بجد والله العظيم، حلو قوي 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 قوي. انا حطيتها سليمه الصراحه. انا متعوده بقى ايه، بقطعها قطع كده صغيره، بس قلت المره دي اعملها ايه سليمه. عندنا هنا الكوارع بتاعتنا، طبعا احنا غسلينها كويس جدا 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 ومنضفينها وعاملينها في خل وفي سوري في ليمون وملح وبصوا مخلينها زي الفل. وعندنا بقى الطماطمايه وبصلايه، وعندنا البهارات بتاعتنا. اول حاجه هحط معلقه سمنه صغيره خالص في الحله بتاعتنا، واحط فيها الكوارع يا دوبك ايه، تاخد حاجه بسيطه كده بس يا دوبك. بصوا طبعا الدخان طالع على الكاميرا مش مبين اي حاجة خالص، يعني بصوا مش، انا يا دوبك هقلبها بس تقليبة وايه اهو هنحط بقى التوابل عليها. عندنا عود قرفة وحبهان، ورق لورا، قرنفل. بصوا الحاجات ديت مش هتخلي ليها اي ريح خالص ولا اي حاجة. نحط عليها طبعا مية مغلية، وحطيت الطماطم والبصلاية، وهنسيبها بقى ايه لما تستوي خالص. هقفل عليها واسيبها بصوا لما ايه، لما استوت خالص تمام. زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شايفين كده درجة السوا زي ما انتوا عايزين. في ناس بتحبها مهرية خالص، في ناس بتحبها ماسكة نفسها، على حسب درجة السوا اللي انتوا عايزينها. هنا بقى هعمل الطاجن بتاعي. انا خدت شوية طماطم من الطماطم اللي انا عاملاها احطها على الفتة، وحطيت عليهم طماطمايه متقطعة و... وبصلايه برضو متقطعة كده، وفلفل اخضر وفلفل رومي وفلفل حراق لو اللي بيحب الحراق، وايه وكبشتين كده ايه، شوربة من الشوربة بتاعت الكوارع، وملح فلفل اسود. اوكي هقلبهم كويس، وهحط بقى ايه الكوارع فيهم واقلبهم كويس، وادخلهم بقى الفرن بقى مع نفسيهم، هيستووا اكتر بقى كمان. والكوارع هتاخد من الصوص الجميل دوت والخضار الحلو ده، هتبقى طعمها بجد روعة. اللي ما بيحبش الكوارع في العادي في الطاجن كده هياكلها، هتعجبه قوي. هنا بقى العيش انا قطعته كده مكعبات صغيرة وبحمره. بصوا انتوا ممكن تحمروه لو مش عايزين دهون يعني وكده، ممكن تحمروه في الفرن زي ما هو كده، ندخل نحطه في صينية ونحطه تحت الشواية. بس هو كده برضو على فكرة، طول ما الزيت بيبقى سخن وغزير هو مش بيشرب زيت خالص، وبيبقى طعمه تحفة. يعني انا بحب احمره كده اكتر، لان طعمه بيبقى اجمل بكتير من لما بحمره تحت الشوايه. برش عليه بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود كده اول لما اشيله من الزيت، بيبقى طعمه بجد رائع. يعني ممكن تاكلوه لوحده كده، وحتى القرمشه بتاعته نفسها بتبقى اجمل بكتير كمان من لما بيتحمر تحت الشوايه. بس طبعا اللي مش عايز دهون عادي مفيش مشكله، هيحمره تحت الشوايه. هنعمل بقى الصلصه بتاعتنا. معلقه توم، احطهم عليهم معلقتين زيت واحمرهم كويس. حط عليهم معلقة كزبرة، ونحط عليهم الخل بتاعنا بقى. عشان ايه احنا نعمل ايه الحركة دي، علشان ما اعملش دقة لوحدها. يعني انا كده ما بضطرش اعمل دقة لوحدها، لا انا بحط الخل وبعمل الثوم او كده، وبروح ايه حاطه الطماطم بتاعتي وملح وفلفل اسود وكمون، وخلاص على كده.
هنا بقى عندنا العيش بتاعنا، هنحط عليه شوية شوربة كده الأول، تسقسقه كده بشوية شوربة الأول، وبعد كده هحط عليه الرز بتاعي، رز أبيض طبعا كلنا عارفين ايه، كلنا ما شاء الله شاطرين وعارفين الرز بيتعمل ازاي. انا مرضتش اجيب الرز لان انا عملته قبل كده في كذا حاجة يعني. هنحطه بقى عليه. طبعا الكميات دي كل واحد على حسب ما هو عايز، في ناس بتحب تكتر العيش تقلل العيش، في ناس تحب تكتر الرز تقلل الرز، الصلصة عايزاها كتير عايزاها قليل، كل حد على حسب اللي هو بيحبه. انا عندي الولاد بيحبوا الصلصة كتير على الفتة، فعشان كده بحط لهم ايه، بحط لهم صلصة كتير. تمام، هحطه بقى كده هرصه كده، والعيش اللي في الحرف ده طبعا للايه للتزيين، وبعد كده ايه بيتقلب ايه مع الفتة كلها. وطلعت بقى الطاجن من الفرن، كان اخد غلوتين تلاتة كده واخد وش حلو يعني. والكوارع نفسها شربت من الصوص والخضار اللي حطيناه معاها، بقى طعمها خطير. يا سلام بقى كمان لو عصرته عليها ليمونة، تبقى روعة، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. آه، انا على طول بعملها الصراحة بالطريقة ديت، بس انا معظم الوقت ايه بقطعها صغير.